كن مع الله، كن مع الله، كن مع الله. برنامج يعده ويقدم الشيخ خالد مصطفى الصعيد. الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، والعاقبة للمتقين. في دقائق معدودة أتكلم مع أحبابي الذين أرجو لهم الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى عن صوام الخواص، وهي الدرجة التي تلي صوام العوام، وهي أن يصوم العبد جوارحه عن المحرمات، أن يصوم عينه عن النظر إلى الحرام، ولسانه عن القيل والقال، وأذنه عن التجسس والتحسس، ويده عن الأخذ والعطاء بالحرام، وقدمه عن السعي إلى الحرام، وأن يحفظ بطنه عن أكل الحرام، لأن رب العالمين قال في كتابه ومحكم تنزيله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلا يجوز للصائم في نهار رمضان أن يحفظ عينه عن المحرمات ثم يفتح لها الطريق ليلا بعد الفطار، كأن ينظر إلى النساء في الطرقات، ولا إلى النساء في الجرائد والصحف، ولا ينظر إلى النساء في المواقع، ولا ينظر إلى النساء في المسلسلات والأفلام والمسرحيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين تزني وزناها النظر. وقال سبحانه وتعالى: لحفظ الفرج لا بد من حفظ العين، وكل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فحفظ الفرج مرتب على حفظ العين. كذلك أن تحفظ لسانك عن القيل والقال وعن الغيبة والنميمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره لنا القيل والقال. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إياكم والغيبة. قالوا: وما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك أخاك بما تكره. قال: يا رسول الله، إن رأيت إن كانت فيه. قال: فإن كانت فيه فقد بهت، يعني ظلمت. إن قلت إنسان أعرج هو أعرج فأنت قد بهت أي ظلمت. وإن وصفت إنسانا بوصف ليس فيه، يعني قلت له وأصلع أو أقرع أو أعرج وليس فيه هذا، فقد اغتبت، لأنك وصفته بوصف هو بريء منه، ووصفته عند غيبته، أي وصفته بما يكره. وزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها لما قالت للنبي: حسبك من صفية، أي أنها قصيرة يا رسول الله، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. بالله عليك، ماء البحر مالح، إن وضعت فيه النتن كله لا يؤثر فيه بشيء، ولكن كلمة واحدة تغير ماء البحر، لأنك وصفت أو أنك وصفت إنسانا أو إنسانة بريئة في غيبتها بوصف هي بريئة منه أو بوصف هو بريء منه. كذلك النميمة، نقل الكلام من إنسان إلى آخر أو من إنسان إلى أخرى. قال الرسول: لا يدخل الجنة نمام، أي محروم من الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له: يا رسول الله، إن امرأة صوامة قوامة قيامة تقوم الليل، إلا أنها تكسر من إيذاء جيرانها، تكسر من إيذاء جيرانها، قال: هي في النار. فلذا لا بد أن تصوم جوارحك عن المحرمات في نهار رمضان وفي ليل رمضان حتى يقبل الله منا الصيام. تقبل الله مني ومنكم، وآخر الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.